السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ راجعكم تكونوا بخير وعلى خير، يكون هذا الشهر علينا ان شاء الله بارك مسعود ويدخل علينا بالصحه والعافيه وفي طول العمر يا ربي الحبيب. معكم قناه اقتصاد مع مليكه. عندي معكم اليوم واحد مطيشات الحك. غنوجدوها ان شاء الله الشهر المقبل ديال رمضان. عندنا هاد المطيشه هاد الطويله اللي كتكون فيها ديك تكون مهبره هكا، ما تكونش قاصحه، تكون شويه طيبه. عندنا واحد الطبيسي صغيور ديال الزيتون، كنحيدو ليه العظم. 2 معلقات كبار ديال التحميره، ورقه سيدنا موسى 2. وهانتوما معايا غنقطعها على 4 وغنديرها حتى طيب، وتابعوا معايا حتى الاخر وغتشوفوا واقتصاديه، يعني غتنفعنا في رمضان. وما غنديروهاش هكا في الحك ولا باش تكون عندنا الحجم ديالها يكون صغير، باش على حسب الفريغو كل واحد. كاين اللي ما عندوش الفريغو كبير باش يستغل الفرصه. هنا البنات غنحيدوا ليه هاد موصوله وممسوحه. شفتوا المطيشه نقسموها هكا على 4 كامله هكا. هكا حتى نكملوها كامله. هنا البنات المطيشه ديالنا كامله قطعناها. نقص منها شي حاجه، المهم على حسب المطيشه اللي عندكم موجود وصافي. غندير واحد الجوريقه ديال سيدنا موسى وغنخف عليها البوطه ونغطيها ونخليها حتى حسبها تسلقات. وتابعوا معايا هادو غنخليهم حتى المرحله الاخرى، الطحينه والزيتون حتى المرحله الاخرى. وعاد غادي نديرهم حتى نبغي نطحن، وندير واحد القطيره ديال زيت الزيتون. هادشي اللي كاين البنات، تابعوا معايا الله يحفظكم حتى الاخر. هنا البنات المطيشه ديالنا ها هي تسلقات. هانتوما معايا هنا درنا 2 معالق ديال التحميره والزيتون كحل، حيدنا ليه العظم، واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نطحنها وغتابعوا معايا حتى الاخر. هنا البنات هيا طحناها وصفيناها، وغادي نشعل عليها البوطه حتى تقلال. تابعوا معايا حتى الاخر، شوفوا الطريقه ديالها شحال كتخرج لينا من البلاستيكه ديال مطيشه الحك. الدور ديالها والسر ديالها هو ديك التحميره اللي كنديرو وداك الزيتون. وداك الزيتون البنات ملي كنديروه ملي كنصفيوه راه كيتحيد الجلفه. هانتوما حيت معذبه في التصوير، راه كتحيد الجلفه ديال الزيتون، كتبقى غير ديك الهبره هي اللي كتبقى. ومطيشه الجلوف ديالها والماء هذيك الزريعه كتحيد، كيبقى غير المح ديال المطيشه هو اللي كيبقى. وكتنفعنا بصراحه، وما كتشدش لينا واحد البلاصه بزاف في الفريكو. وان شاء الله في الشهر المقبل ديال رمضان نكونوا موجدينها. وتابعوا معايا ملي انا غنشحرها دابا مزيان، نقص عليها البوطه. وهانتوما معايا هانتوما البنات شوفوا، هي كتبغي شويه الخاطر تكوني كتقدي شي حاجه وهي ملي كطحنوها وتصفيوها وتحيدوا منها الجلوف والزريعه، كديروها فشي اناء بحال هكا. بقلا تكون هكا، ما تكونش بحال الكاميله او كوكوط راه تحرق ليكم. وكتبقاي تحركي بشويه بشويه كتجي مطيشه الحك البنات مخيره مخيره مخيره. انا قسمتها على 2 جهات، فهمتي، باش ما تبقاش طير، حيت هي كتبقى ملي كتبدا تطبخ كتبقى دير دوك البوقيت كتبقى طير. خاصك دير مع الخاطر، حيت انا عندي درتها شويه زايده، درتها هنا ودرتها في الجهه الاخرى، ومن بعد غنجمعها في مقله وحده. هي غتبقى تقال تخفى هذا عفوا
تبقى تشرب داك الماء ديالها كامل ما يبقاش. كتولي مطيشه الحك البنات، جربوها وصدقوني وغزاله. بالنسبه للناس اللي زعما بحال هكا كيبغيو يديروا هادشي ديال الفريغو، او حتى النص غادي نديرو في الفريغو، الباقي غنديرو في قريعات، غنديرو في الثلاجه الفوق نقضي به. هادشي اللي كاين البنات، هانتوما معايا حتى الاخر تشوفوا النتيجه. هنا البنات حنا طفينا عليها، هي كتولي ثقيله بحال الكريمه. كي غتصبروا معاها واخا كتبدا كطيب كتبقى طش، غير الصبر كلشي مزيان. وغادي نغطيوها حتى الصباح. دابا انا صايبتها بالليل وغدا عاد غادي نكمل معاكم، تابعوا معايا حتى الاخر. هنا البنات ها المطيشه ديالنا كي صبحات كريمه بحال ديال مطيشات الحك اللي كتباع في العلب وكتقام عليكم بواحد زعما كتقام رخيصه. ملي تكون مطيشه رخيصه ديروها. هانتوما البنات الطريقه، تابعوا معايا الطريقه كيفاش غندير ليها على حساب راه شويه اللي غادي ديروا في الحريره. يمكن ما ديروش كتر حيت ما يمكن لكمش تبقاو تجبدوها وتعاودوا تردوها، يعني مره واحده. هكا البنات هكا هكا، وكديروا واحد الكميه على حساب القدر اللي عندكم وكتبقاو غادي. ملي كتبغي شويه الصبر، ملي كتبدا طيب كتبقى ترش في داك البخار. ملي كيبدا يطلع راه الحريره ديالها كتجي غزاله البنات وكتقام عليكم شويه رخيصه. هنا البنات المرحله الاخرى اللي وصلنا ليها، دارت لينا 15 طروسو على حساب القياس اللي كديروا نتوما في الحريره. عينكم ميزانكم. الصراحه كتجي احسن من ديال العلب اللي كنشريو، حتى دوك العلب اللي كنشريو انا ما كنعرفهمش كيفاش كيتخدموا وشنو كيديروا فيهم. الاحسن اللي عنده الوقت واللي خدام الله يحسن العوان اللي عنده الوقت. هذه هي الطريقه ديال مطيشات الحك. والله يدخل علينا رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي. وشاركوا معايا في القناه، والبنات كاع اللي دخلوا جداد الله يحفظهم والله يسهل عليهم ويعطيهم طريق في الضيق يا ربي، وحسن الخاتمه يا ربي هي اللي كاينه. ما راه حتى حاجه ما كاينه قدامها. الله يسهل عليكم وتبارك الله عليكم.